اكيد مش بمزاجها. النهارده معانا واحده بعتة بتقول لي ارجوكي قولي لي اعمل ايه. انا كنت متجوزه ومفروض ان انا كنت متجوزه بقصه حب، وكانت قصه حب قويه جدا، لكن ما قدرناش نكمل مع بعض. مش عشان هو وحش ولا كان بيقل ادبه عليا ولا بيمد ايده ولا انا وحشه ولا كل الكلام ده، لكن كنا مختلفين في موضوع مهم ورئيسي جدا، انه جاله شغل بره مصر وكان عايزني اسافر معاه. وهنا حسيت ان انا مش هقدر اتغرب. قلت له لو سمحت ارفضه، انت كويس جدا وبتكسب كويس جدا، مش مهم الغربه، الغربه ما بتعملش حاجه غير انها بتاثر عمرنا وبتاخد مننا اكتر ما بتدينا. لكن هو صمم، وكمان كان هيسافر اول سنه او سنتين لوحده من غيري. الخناقات زادت بينا والاختلافات زادت بينا، وكان لازم يبقى فيه قرار ونحسم قرارنا، لا اكمل وارضى باللي بيحصل. وطبعا كنت بسمع كتير جدا جدا من زوجات ازواجهم اتغربوا، يا بنتي بلاش، يا بنتي الاول بتبتدي بسنه بسنتين وبعد كده بتقلب ب20 و25 سنه. بنقولك من الاول ارفضي، لو جوزك هيعيش جنبك وهتاكله دقه احسن ما يسافر ويسيبك. الكلام كبر في دماغي وقلت له لا، لا انا لا السفر. وهو عند قصادي وكان عنيد جدا وقال لي يبقى السفر. وساعتها اختار انه يسافر. ساعتها قلت له يبقى فراق بيني وبينك. ما انكرش اني كنت بموت واحنا بنفارق بعض، ما انكرش اني اتعذبت حقيقي واحنا بنفارق بعض، بس كان هو ده الحل الوحيد. انا مش هقبل اكمل مع راجل ما اشترينيش وباعني عشان سفريه او قرشين. واتطلقنا. بعد ما اتطلقنا كان في محاولات كتير جدا منه ومني ان احنا نرجع، اصلا انا كنت مش قادره انساه. وهو كمان كان دايما يكلمني يقول لي فكري يا بنت الناس، الحياه بره احسن. وانا كنت اقول له مش هسيب اهلي ولا هسيب بلدي، انت اللي فكر وارجع، يمكن لو رجعت ترجع تاني الحياه ما بيننا. لكن للاسف ما عرفتش اقنعه بده، وبقى يزيد اكتر في المرتب وبقى يزيد اكتر في البوزيشن، وطبعا بيختار حياته هناك. وابتدت تمشي السنين لحد ما اهلي ابتدوا يقولوا لي يا بنتي انت مش هينفع توقفي حياتك لحد كده، خلاص ابتدي حياه جديده، القصه مش هتخلص عشان خاطر هو مشي وسابك، يلا لازم تتجوزي تاني. اتقدم لي طبعا ناس كتير، وفعلا بعد 4 سنين من طلاقنا وافقت باكتر راجل انا كنت شايفاه مناسب. كان راجل محترم ومهذب ومتدين وبيعرف ربنا وبيخاف ربنا فيا، وكنت كمان حاسه انه بيحبني. ما انكرش ان انا ما كنتش متجوزاه وبحبه، بس كنت حاسه اني احبه بعد الجواز. اتجوزنا وطليقي عرف ان احنا اتجوزنا. ساعتها بقى يكلمني وانا قلت له حاول تبعد عني وتنساني وربنا يوفقك في حياتك، لاني دلوقتي انا بقيت ست متجوزه. اتجوزته وكنت مبسوطه ان خلاص حياتي الجديده مستقره وانا مبسوطه فيها، لكن ما كنتش اعرف ان هيجي في ثانيه حدث يغير كل مجرى حياتي. فجاه بعد ما اتجوزت بسنتين وبعد ما انا عايشه مرتاحه ومبسوطه وراضيه وما بفكرش في اي حاجه من الماضي، كنت احيانا بيجي لي حنين، احيانا بدخل على صفحته اشوف ايه اخباره، ايه اخر الاخبار، لسه متابعه امه ومتابعه اخته وبعرف بيعملوا ايه، لكن كنت دايما بفكر نفسي واقول ارضي بما قسم الله لك. الحمد لله قوي 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 على نعمه جوزك المحترم اللي صاينك، اللي ربنا كمان رزقك منه وخلفتي منه ولد. بتهيألي مفيش احسن من كده. لحد ما لقيت تليفون جالي، رقم غريب، برد، عرفت صوته. ما انكرش ان صوته عمره ما غاب عن بالي، ما انكرش ان انا حافظه كل تفاصيله. ولقيته بيقول لي انا محتاج لك قوي، بيقولها وصوته مخنوق، وانا عارفه نبره صوته لما بيكون مخنوق بتبقى عامله ازاي. قلت له انت فيك ايه؟ انت فين؟ قال لي انا رجعت مصر ومحتاج ليك ضروري جدا، لازم اقابلك في مساله حياه او موت. وفعلا نزلت قابلته، طبعا من غير ما جوزي يعرف. نزلت ورحت وشفت بني ادم هزيل جدا، شكله اتغير جدا، وعرفت ان هو جاله كانسر من النوع الثاني، وربنا يا رب يعافينا جميعا. يعني كان في حاله صعبه جدا ومتاخره، وكان الكانسر في الرئه. ساعتها قلبي غصب عني وجعني عليه، اصل ده كان اول راجل في حياتي، اول حب. دموعي نزلت، خانتني، ما كنتش متخيله ان انا قدامه اعيط. مسكت ايده قلت له ما تقولش كده، انت هتعيش، لازم تعيش. قال لي انا بحبك وعمري ما نسيتك وعمري ما عرفت احب حد غيرك، بحبك وعايزك، بحبك وممكن اعمل اي حاجه في الدنيا عشان نرجع لبعض تاني، انا عايز اللي باقي من عمري يكون معاكي. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟
انا ست متجوزه وعندي ولد، وراجل بيعاملني بما يرضي الله وبيخاف فيا ربنا، ازاي تفكر كده؟ قال لي انا عارف اني بفكر غلط، وعارف ان مش من حقي ان اقول الكلام ده، لكن عمري ما تخيلت انك تبقي مع حد غيري. انا اول راجل في حياتك، انا اول حب، انا اول حد اعرفك يعني ايه حب. وابتدى يفكرني بذكريات كتيره جدا كانت بينا، وابتدى يفكرني بالمواقف الكتير، واول مره عرفته وشفته وخرجنا ورحنا. حياتي اتشقلبت، مخي اتبرجل. روحت البيت ما بقتش انا، ما بقتش قادره امنع نفسي في التفكير فيه، ما بقتش قادره امنع حنيني من كتر ما انا طول الوقت بفكر فيه، مرتبطه بيه، حاسه اني هتجنن عليه. حتى جوزي بقى ملاحظ تغييري، بقى يطلب يقابلني وبقيت اكذب، والكذبه تجر كذبه، وبقيت انزل اقابله، وكل مره اقابله اجي اقول له وابقى محضره الكلام اني هقول له ما ينفعش كده، حرام عليك، كفايه حياتنا الاولى اللي خربت، ما تخربليش حياتي التانيه، وابقى مظبطه جدا انا هقول له ايه. لكن اول ما بقعد قدامه بضعف والكلام بيطير، بلاقي نفسي ناسيه كل حاجه، مش فاكره غير انه تعبان. طبعا امه كمان كلمتني واخته كلمتني، وانا كانت علاقتي بيهم طيبه جدا. امه بتترجاني وبتقول لي يا بنتي عشان خاطري، عشان خاطري خليكي مع ابني، الدكاتره قالوا ان نفسيته هتتحسن قوي 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 باي حاجه بيحبها، وهو ما بيحبش غيرك، مش عايز غيرك، دايما سيرته عليكي انت. حتى بعد ما انفصلتوا كنت طبطب على مامته واقول لها حاضر تحت امرك ما تقلقيش انا مش هسيبه. بس الحقيقه ان انا كنت عايزه ابقى معاه، مش بس شفقه ولا عطف ولا ان هم بيترجوني. انا رجعت الايام حلوه، انا جوزي ما بيظلمنيش وما بيجيش عليا، بس ما اقدرش اقول اللي فيه بيني وبينه ربع اللي كان موجود بيني وبين طليقي. ما اقدرش اقول ان انا حبيته زي ما كنت بحب طليقي، لكن جوزي ملاحظ تغييري، ملاحظ في عينيا اني مش مظبوطه. لو سمعت بس سيرته غصب عني دموع بتنزل، بفضل ادخل على صفحه طول الوقت عشان اعرف بينزل ايه، وكل بوستاته بقت انا. بقى طول الوقت بيتكلم على قد ايه ان البني ادم غبي لما يضيع حاجه كانت غاليه في ايده، قد ايه بيتمنى حياه معينه كان عايش فيها لكن للاسف ربنا ما دمهاش عليه، قد ايه ان البني ادم ممكن يحب واحده بس يفضل على حبها العمر كله. هو ده اللي بيكتبه في بوستاته، بيشير الاغاني اللي كنا بنسمعها سوا، بيشير كل التفاصيل اللي كانت بينا. وكل ما يعمل كده قلبي يوجعني اكتر، لدرجه ان انا بقيت ابادله نفس المشاعر برضه على الفيسبوك. هو ينزل اغنيه انا اردها له باغنيه. الغريب ان جوزي فاهم اني برد له الاغنيه دي او بقولها له هو، فلاقيه كاتب لي في الكومنتات انه بيحبني قوي، وان انا اكتر حد هو حبه في الدنيا. وانا ببقى عايزه اقول له مش قصدي انت خالص، بس في نفس الوقت افتكر ان ابو ابني، ابو البني ادم ان انا روحي فيه، ابني الوحيد اللي حبيته من قلبي بجد. ما كنتش اتخيل ابدا ان ابقى في الاختبار ده، ما كنتش اتخيل ان يجي لحظه ابقى بتخير بين عيني اليمين وعيني الشمال. هو في حد يقدر يتخير بين عينه اليمين وعينه الشمال؟ مش الاتنين مهمين؟ وانا عندي الاتنين مهمين. بس برضه جوزي محترم واتقى فيا ربنا، وعمره ما ظلمني ولا عمره هيظلمني، وانا مش عارفه اعمل ايه. هو حرام ان انا انزل اقابل طليقي من ورا جوزي؟ هو حرام ان انا ابقى الاقي بني ادم مريض وبينه وبين الموت خطوات واقف معاه؟ مش مفروض ان انا بعمل عمل انساني؟ مش مفروض ان انا بعمل خير؟ طب هنفرض ان ده مش طليقي وحد محتاج لي، جاري او جارتي او حد كان معايا في الجامعه، مش مفروض ان انا اقف جنبه؟ خاصه ان الحياه تستاهل ان انا اكون فيها جدعه وواقفه، خاصه ان الموضوع متعلق بالصحه، مش متعلق بشيء عادي. هو مش بيقابلني عشان شغلانه ولا بيقابلني عشان حاجه، ده صحته. بفتكر دموع امه، بفتكر قد ايه بتترجاني ان انا اكون مع ابنها. انا محتاره ومش عارفه اعمل ايه، بدي لنفسي مبررات كتير وبقول اللي انا بعمله ده عمل انساني، اللي انا بعمله ده يعني ممكن يبقى خير ويترد لي بعد كده حتى في ابني، حتى يترد لي في علاقتي مع جوزي. وساعات تاني اقول ما تكذبيش على نفسك، ما تبقيش كذابه ومنافقه، اللي انت بتعمليه غلط، ومفيش حاجه ابدا تخليكي تحني الماضي او تحني الحاجه كانت خلاص خلصت. ما ينفعش، وانا مش عارفه اتصرف ازاي. عشان كده بعت اقول لك قولي لي اعمل ايه، قولي لي اتصرف ازاي.
انا ما بقتش اكذب كدبه واحده،